السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحم أحمد رفعت ويسكنه فسيح جناته، أمين يا رب العالمين. ومبروك فوز نادي الزمالك على نادي الداخلية بنتيجة 2-1 عن طريق صاحب الخبرة الكبيرة والمهارة الأكبر يوسف أوباما اللي اتكلمت عليه كتير. لكن الأول بنشكر جمهور نادي الزمالك اللي كان في المدرجات وقالها، قال لك زملكاوي دمي حر. عدلان قالها قدام الكل، محمد عدلان لاعب كرة اليد، والمشكلة الكبيرة اللي لسه شغالة إلى الآن. جمهور نادي الزمالك بيضرب أمثلة في الانتماء وفي القرارات وكمان في حب ناديه. أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة في أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم يا زملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس نبدأ أخبارنا النهاردة. ونادي الزمالك فاز 2-1. خلاص ما تلومش اللعيبة كتير على الأداء، لأن خلاص خرجت من إيديه الحسابات، ما بقاش في حسابات توديك لبطل الدوري، لكن مستوى بعض اللاعبين لازم نقف عليه. محمد صبحي أداؤه متميز ونتمنى إنه يفضل ثابت كده في الماتشات الكبيرة، محتاجينه في مباريات مهمة، أبرزها مباراة السوبر الأفريقي أمام النادي الأهلي والسوبر المصري كمان. وكمان أحمد مجدي كويس إلى حد ما، حمزة المسلوسي تمام التمام، عمر جابر من أحسن لعيبة نادي الزمالك الموسم ده بجدارة. أحمد فتوح لسه ما جاش. مستوى أحمد فتوح في المباراة سواء فنيا في البساط أو الأوفرات أو التحركات لسه بدري قوي، وبدنيا لسه كمان. أحمد فتوح يمكن أكتر لاعب ما كنتش بتمنى في المباراة الكرة تجيله. ارجع يا أحمد عشان أنت لسه ما رجعتش. ذهب ولم يعد، لكن في فرق بين ذهب ولم يعد ولن يعد، بس هو لم ان شاء الله يعود، لان مستواك مش ده يا احمد، مستواك خالص خالص خالص. اشتغل على نفسك يا احمد كتير، اشتغل يا احمد، اشتغل وخلي بالك من الاصابات. نبيل عماد دونجا علامه استفهام كبيره، مستواك بدا يتراجع. ايه السبب يا نبيل؟ هل كثره المباريات ولا في ايه؟ معرفش. يمكن الشوط الاول كل الشوط الاول مش بساط كتير، ما بيقطعش كرات كتير، لكن الشوط الثاني بدأ يبقى كويس، ولما بدأ في الشوط الثاني يبقى كويس خرج. ناصر ماهر ما جاش. ناصر ماهر بقاله ماتش او اتنين بيلف حوالين الساقية، كورته مش للامام، بياخد الكرة ويلف ومحتار، معرفش في ايه. ناصر ماهر النهارده بالنسبة لي 0/10، زيه زي احمد فتوح. عبد الله السعيد الى حد ما، مش هقول لك برضه حلو وسوبر وواو، لا، بس برضه الى حد ما، يعني على الاقل احسن من ناصر ماهر بالنسبة لي. مصطفى شلبي، راجع حساباتك يا مصطفى، راجع حساباتك، انت مزعل الجمهور منك خالص يا مصطفى. اشدت بيك المره اللي فاتت والماتش اللي فات وقلت انت عامل 2 اسيست ومتسبب في ضربه جزاء، لكن النهارده يا مصطفى لا. مهاب ياسر اجاملك واضحك عليك ولا اكلمك بجد عشان خاطر ناديك؟ مهاب ياسر ولا حتى يبقى بديل ثالث داخل نادي الزمالك في مكانه. خبرات لسه بعيد قوي، ماليش دعوه بضربه الجزاء اللي تسبب فيها، مش دي. لكن مهاب ياسر لسه بدري قوي، لسه بدري قوي، مش بدري. مهاب ياسر يلعب في الداخليه ماشي، يلعب في الجونه ماشي، يلعب في السيراميكا ماشي، لا مش سكتنا. صعب. ما بحبش هاجم لعيبه، بس لا. يوسف اوباما سيظل صاحب الخبرات الكبيره والمهاره الفائقه. يوسف اوباما لما الناس بتهاجمني في التعليقات ما بيهمنيش، هاجم براحتك. رايي في يوسف اوباما لن اغيره، خلاص مش هغيره. يوسف اوباما، انت عارف يعني ايه يوسف اوباما؟ يعني خبرات، يعني في اي وقت يخلص لك اجوال، يخلص لك ماتشات صعبه، يخلص لك كرات. يوسف اوباما اللي جاب لك الجونين النهارده، موت نفسه في الجون الاول، موت نفسه ودخل في العارضه، كان ممكن يتصاب ويتشال على القلم ويخرج، لكن قاتل وجاب الكره جول. الوحيد اللي كان بيجري وعمال يفتح ومستني كرات طوليه من نبيل عماد دونجا، ونبيل عماد دونجا ما بيعملهاش. يبقى هنا دور المدير الفني، انت يا جوميز مش بتجيب دونجا، في لاعب بيفتح لك، المهاجم بيفتح لك ما بين الخطوط، لازم تديها له طوليه تضرب بيها الدفاع، ما بتعملهاش ليه؟ لان المدير الفني ما بيشغلوش عليها. كان متميز، بعد كده بدا عك التشكيل، عك التغييرات، يعني مش عاوز اذكر اسامي والله، بس رؤى بتعمل ايه؟ بتباصي غلط يا رؤى، بتعمل انت كمان. شيكابالا ما لحقش 10 دقايق وكتر خيره. الزناري شويه كده وشويه كده، مش احسن حاجه خالص، لسه راجع برضه.
برضه محمد السيد ما لحقش، كل التغييرات ما لحقتش. لكن لازم الكرات اللي تتلعب من العمق يا جماعه، طوليه من نص ملعبنا ل 18 بتاعه الخصم لازم تتلعب، لازم السعيد ينزل لها، لازم دونجا يشتغل عليها لانها هتفرق معانا. ويوسف اوباما اكتر لاعب جري وكان يستحق رجل المباراه. مصطفى شلبي صحيح حبيس الوينج جنب الاوت، هو كده بس مفيش غير كده. تطور من نفسك، لازم تطور من نفسك، بس مش هلوم عليه لوحده. انت عندك مدير فني المفروض يغير طريقه لعبك، يخليك تنوع، لكن للاسف مفيش. مش عارف جوميز برضو، انا بلوم على جوميز في دي، مش دوره كمدرب. طارق الادور بقى عمال يقول لك كاس السلطانيه، سلطانيه اسمه كاس السلطان ولا كاس السلطانيه، ودخلني في حوارات تانية وهنا وهنا، ومش حافظ اسماء اللعيبه للاسف، ومش حافظ اسم ده ولا اسم ده، ونصر ماهر يقول لك عبد الله السعيد، وعبد الله السعيد يقول لك نصر ماهر. لا يعني يا جماعه، في مذيعين يكسروا الدنيا يا جماعه. بصوا بقى، مبدئيا جوميز بعد المباراه قال لك استفدت وكسبت ان شيكابالا شارك والزناري شارك، ومبسوط من بعض الايجابيات، لكن في سلبيات انا زعلان منها مش عجباني. وايه انت بتقول ايه؟ مين اللي بتقول ايه؟ جوميز بيقول ايه؟ جوميز بيقول القايمه اللي موجوده دي مكمله معايا للموسم اللي جاي. يعني مفيش حد ماشي؟ يعني الناس قاعده معاك ماشي خلاص، يعني نضاي مش ماشي، يعني سامسون اوكونولا مش هيمشي، يعني رؤى مش هيمشي. ايه طيب ماشي مكملين يا عم. وقال لك احتمال ما يكونش فيه صفقات. انت بتقول ايه؟ ما يكونش فيه صفقات؟ انت كده مش عاوز تكسب بطولات. مش بس كده، قال لك لو تعاقدنا مع صفقه او اتنين يبقى كويس قوي. اهم حاجه حل مشاكل اللعيبه. ومين اللي قال لك كده؟ قال لك اصل انا النهارده بقعد مع حسين لبيب بنتكلم في الموضوع ده. انت لو ما تعاقدتش مع صفقات يبقى انت مش مدرب بطولات ولا عايز بطولات. ولو الاداره ما جابتش صفقات يبقى هي مش اداره جايه تجيب بطولات. ولا هو بيخدع الجميع وبينيم الجميع وفي نفس الوقت بيحفز اللاعبين؟ معرفش. المهم تعالوا نخش على مفاجاه من العيار الثقيل، وهو دورها كان كده، كنت لازم اتكلم في الاولويات الاول. تقارير بتشير ان كابتن حسين لبيب تواصل مع والد محمد علي بن رمضان لاعب نادي الترجي التونسي الحالي المحترف في الدوري المجري، وقال له ان احنا عايزين نشتري منك بيع نهائي. النادي الاهلي دخل في الموضوع، قال له لو عديتوا العرض بتاع النادي الاهلي هقنع ابني انه يجي لكم. الاهلي داخل وعرض تقريبا 2 مليون دولار. التقارير دي او الكلام ده او المنافسه دي ان تمت، ارفع القبعه لكابتن حسين لبيب والاداره. محمد علي بن رمضان صفقه جامده جدا، صنع 7 اهداف وجايب 3 في الدوري المجري السنه دي، وخاصه انه ما انتش بيلعب وسط ملعب مش مهاجم. ايه الزمالك بينافس الاهلي على صفقه محمد علي بن رمضان. ياه تبقى في الجول، بس انا شايفها صعبه. بس نادي الزمالك وقع مع حارس، وجوميز مش حاطه في اولوياته. نادي الزمالك وقع مع محمد شعبان. نادي الزمالك موقع يا جماعه مع اكثر من لاعب. لعيبه جوميز يوافق عليها ما يوافقش، ولاعيبه لازما لسه تخلص من انديتها. فمن ضمن الاسماء اللي مع نادي الزمالك موقعه محمد شعبان حارس مرمى نادي طلائع الجيش. جوميز حاطط في حساباته محمد بسام اول خيار، بس محمد بسام يا عالم يجي او ما يجيش. مش بس كده، بخصوص صفقات نادي الزمالك، صفقة من ضمن الصفقات المهمة اللي نادي الزمالك بيبحث عنها. هل نتفاوض مع عبد الرحمن مجدي؟ هل نخلص عبد الرحمن مجدي؟ جوميز اللي عنده الحل وعنده الكلمة. الحمد لله والشكر لله، ربنا نجى محمود حمدي الونش من حادث سير. ماشي بالعربية، العربية بتاعته اتكسرت. ايه يا ونش؟ بتنزل الملعب بتصاب بيجي لك صليبي، العربية بتتكسر، قول اعوذ برب الفلق في ايه يا ونش؟ مش عارف حاجة يعني، الله يعينك. كمان عايز اقول لك ان نادي الزمالك او جوميز قرر اعطاء لاعبي نادي الزمالك اجازه يوم الاثنين، وبعد كده هيستعدوا للتدريبات يوم الثلاث، او ينزلوا التدريبات يوم الثلاث استعدادا لمباراه نادي بيراميدز يوم الجمعه القادمه. يعني بيراميدز هيخرج من مباراه الاهلي هيلاعبنا. مشكله كبيره جدا 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 بتواجه نادي الزمالك،
ايقاف حمزه المسلوسي ومش هيلعب مباراه نادي بيراميدز. هل مصطفى الزناري بقى هيشارك جنب احمد مجدي ولا ايه اللي هيحصل؟ مش عارف الدفاع يبقى عامل ازاي من غير المسلوسي. كمان غايب لاعب كمان اللي هو مهاب ياسر. مهاب ياسر حصل على انذار في مباراتنا ديت امام الداخليه، لكن ما تنساش كان واخد قبل كده في الدور الاول انذارين مع الداخليه. سوري، كان واخد في الموسم اللي فات مع الداخليه او في الدور الاول كان واخد انذارين مع نادي الداخليه. ايوه كان واخد انذارين، فكده الانذار الثالث معانا. طيب ايه تاني معانا في الاخبار؟ هقول لك برضه على خبر سريع كده بخصوص محمود علاء. محمود علاء لاعب نادي الزمالك في صفقه انتقال حر وقع لنادي السواحلي الليبي. بنتمنى لمحمود علاء التوفيق، ربنا يوفقك فيما هو قادم يا محمود يا علاء. مليون مبروك فوز نادي الزمالك. صعبان عليا انسحابنا في مباراه الاهلي وخسارتنا المباراه ب3 بونت، وخسارتنا 3 بونت اضافيين كانوا هيفرقوا معانا. زعلان ودي غلطه مش هنساها لمجلس اداره نادي الزمالك، والله مش هنساها. يعني انا كل ما افتكر ان انا ضيعت 3 بونت مع الاهلي وكمان مخصوم لي 3 بونت ببقى زعلان، ببقى متضايق، ببقى مخنوق جدا. مش عارف محمد عاطف ليه الراجل ما بيجربوش مكان مهاب ياسر، ما اعرفش. سيبك بقى من الباك الشمال، ما اعرفش. موتيابا شكله مش مقتنع بيه، بيديله شويه كده حسنه. تبقى كارثه كبيره لو نادي الزمالك مش هيتعاقد مع صفقات. ازاي مش هيتعاقد مع صفقات؟ ما اعرفش جوميز بيقول كده ازاي، انا ما اعرفش. انا نفسي الاقي حد يبرر لي، والله العظيم ما الاقي لها حل. انا ما اعرفش هو بيفكر ازاي ولا ايه اللي في دماغه. انت محتاج صفقات كتير وهو طلب كتير وقال اسماء راحلين. ازاي قال كده؟ مش عارف. انت بتلعبنا ولا ايه يا عم؟ يا عم انت هتجنني، انت هتجنني. انا ما اعرفش هو فكر ازاي ولا قال ايه. ده في 10 لعيبه تقريبا هيمشوا او 9، وانت محتاج باك شمال، ومضينا باك شمال، ومضينا محمود ممدوح، ومضينا اسحاق يعقوب، ومضينا الحارس محمد شعبان. في لعيبه كتير ماضت. مش عارف، ما اعرفش هو قال كده بناء على ايه. بكده تكون انتهت اخبارنا النهارده. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله قدم افضل. عشان الزمالك حب في قلبنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا احسن واعظم واوفى جمهور في الكون، جمهور نادي الزمالك العظيم.